عندي حاجة اسمها الصفائح الدموية. الصفائح الدموية دي عبارة عن فراجمنت أو قطعة مش خلايا، وهي ما فيهاش نيوكلاس، لأن القطع دي جاية من خلية اسمها ميجا كاريوسايت. ميجا كاريوسايت جاية من البون مارو، أو منشأها هو البون مارو. والصفائح الدموية بتعيش في وقت معين هو من 7 ل10 أيام. كمان الصفائح الدموية بتشارك في وظائف كتير جدا داخل جسم الإنسان، ولكن من أهم الوظائف بتاعتها هي المشاركة في ميكانيزم البلاد هيموستاتيس. الميكانيزم ده الغرض منه إن هو يحافظ على الدم، في إن هو يكون في الصورة السائلة بتاعته، وكمان يحافظ على كمية وحجم الدم في الحجم الطبيعي بتاعه. وأنا علشان أكشف عن عدد خلايا الصفائح الدموية والأشكال بتاعتها، أو في حاجة مش طبيعية في الصفائح الدموية، بعمل تحليل اسمه CBC، أو تحليل صورة الدم الكاملة. وده موضوع حلقة النهاردة. أهلا بكم في قناة تحليلك كان إيه. لو أنت مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب. في بارامتر بيقيس البليتلت في صورة الدم الكاملة اسمه بليتلت كاونت، وده المقصود منه عدد الصفائح الدموية في كمية محددة من الدم. والكمية دي هي المايكرو ليتر اوف بلاد. الكمية دي اللي بتدخل لجهاز صورة الدم الكاملة، وبتظهر في وحدة قياس سيلز بير مايكرو ليتر. المستوى الطبيعي للبليتلت كاونت سواء عند الميل أو الفيميل 150,000 ل450,000 بير مايكرو لتر. وكمان خلي بالك لأن وحدات القياس بتتغير من معمل للتاني. طيب القيمة لو كانت أعلى من الطبيعي، يعني أعلى من 450,000، بيقولوا مصطلح طبي اسمه ثرومبوسايتوزيس. وده بيتشاف في حالات زي إن المكان المسؤول عن إنتاج الصفائح الدموية نفسه يكون فيه إنتاج أعلى من الطبيعي. ده اللي هو بيسموه بون مارو أوفر برودكشن، نتيجة إن فيه محفز خلى ده يحصل، إن يكون مثلا في كانسر، في أدوية بتتاخد، في مواد كيميائية، وهكذا على حسب البيشنت بيتعرض لإيه. برضو بعد عملية الإسبلانكتومي، وهي إزالة الطحال، بيحصل الصفائح الدموية بتزيد بصورة أعلى من الطبيعي بس بشكل مؤقت. برضو بعد الكيموثيرابي. طيب القيمة لو طلعت أقل من الطبيعي، يعني أقل من 150,000، بيقولوا مصطلح طبي اسمه ثرومبوسايتوبينيا. وده بيتشاف إن المكان المسؤول عن إنتاج الصفائح الدموية يكون إنتاجه أقل من الإنتاج الطبيعي. ده برضو بسبب إن يكون ممكن في كانسر، أو في مواد كيميائية، أو مثلا يكون في أدوية على حسب البيشنت اتعرض لإيه. وبرضه في حالة أنواع من الكانسر زي اللوكيميا والمالتيبل مايلوما، برضه بتعمل إن الصفائح تكون أقل من الطبيعي. برضه في حالة الأدوية والكيميكالز اللي بيتعرض لها الشخص ده، ممكن تسبب انخفاض في عدد الصفائح الدموية. طيب إزاي بيتم تقييم البليتلت كاونت والوايت بلاد سيل كاونت والريد بلاد سيل كاونت في تحليل CBC؟ كان زمان بنشتغل مانيوال، وده عن طريق شريحة العد، ولكن في كل المعامل في الوقت الحالي عندهم جهاز اسمه Automated Blood Analyzer، اللي هو جهاز CBC. الجهاز ده بيتميز إن هو سريع ودقيق، وبيطلع النتائج في دقايق. وكمان بيحتاج كمية دم صغيرة جدا علشان يطلع بيها النتائج. وأهم حاجة إن هو جهاز بوكيت. جهاز بوكيت المفروض إن هو اتعمل مخصوص علشان ياخد كمية دم صغيرة من البيشنت، ويطلع النتائج في دقايق صغيرة علشان يواكب حالة البيشنت الصحية، خصوصا لو كانت الحالة دي في الطوارئ أو في حالة عناية مركزة، فبالتالي إحنا محتاجين النتائج تطلع بسرعة. وعلشان كده كلمة بوكيت دي تخليك ان انت ما ينفعش تعتمد على التقرير بتاع صورة الدم الكاملة اللي طالعة من الجهاز ده لوحدها، وان انت لازم تأكد شغلك بحاجة اسمها بلاد فيلم، علشان تتأكد من الكواليتي بتاع تحليل CBC نفسه، بعيدا عن الحالة الصحية للبيشنت اللي اصلا الطبيب بيطلب لها بلاد فيلم لمتابعة حالته الصحية. في حالات بيحصل فيها انخفاض عدد الصفائح الدموية في جهاز CBC، لكن هي عددها طبيعي، ودي حالة اسمها سيدوثرومبوسايتوبينيا.
ودي بيكون معناها انخفاض في عدد الصفائح الدموية ظاهر على جهاز CBC، ولكن المريض طبيعي ولا يعاني من أي انخفاض في عدد الصفائح الدموية ولا في أي سبب مرضي عنده لحدوثها. وده بيحصل بسبب 3 أسباب. أول حاجة إن تكون عينة الدم فيها large أو small size of platelet. جهاز CBC عارف أو حافظ إن الصفائح الدموية حجمها حجم معين، فطبيعي لو الدم فيه حجم أكبر من الحجم الطبيعي بتاع الصفائح الدموية أو حجم أصغر، جهاز CBC مش هيشوفها ولا هيقراها على إنها صفائح دموية، فبالتالي هينتج ايرور في البليتلت كاونت. تاني حاجة هي البليتلت اجريجيشن، ودي معناها أو بتحصل بسبب خطأ في سحب عينة الدم، أو أنت عملت سلوك معين وقت سحب عينة الدم خطأ، فبالتالي هينتج ايرور في البليتلت كاونت. والحالة اللي بعد كده هي البليتلت ساتايليزم، والحالة دي بتحصل في المعمل وليس عند البيشنت. الحالة دي بسبب سحب عينة الدم على مانع تجلط إيديتا، ودي برضو مش في كل حالات الدم اللي بتتسحب على إيديتا، ولكن هنا بيحصل إن جهاز CBC مش بيشوف الحالة دي ولا بيعرفها ولا هيبلغك إن هو شافها، وبالتالي بيحصل ايرور في البليتلت كاونت. ال3 حالات دول جهاز CBC مش بيعرفهم، وبالتالي بينتج ايرور في عدد الصفائح الدموية. فبالتالي أنا علشان أتأكد من القيمة الفعلية لعدد الصفائح الدموية مطالب مني إن أنا أعمل بلاد فيلم بعد تحليل CBC على جهاز CBC. في حاجة بعد كده بتظهر في تقرير CBC اسمها بليتلت انديسيز، زي ما في حاجة اسمها ريد بلاد سيل انديسيز، ودي شاملة أو فيها قيمة ال MBV، وفيها قيمة ال BDW، وفيها كمان قيمة ال BCT، وفيها قيمة ال BLCR. والغرض من معرفة ال BLTC indices أو ال platelet indices هو معرفة ال platelet activation. عشان في ريد بلاد سيل احنا كنا بنعرف ال indices دي عشان نقيم الأنيميا، هنا بنقيم حالة ال platelet activity أو ال platelet activation. وفكرة إن في اكتيفيشن بيحصل للبليتلت، فده ميكانيزم من ضمن الميكانيزم بتاع الهيموستاتيز اللي بيحصل لما بيحصل جرح أو قطع في البلاد فيزل. وقتها بيبتدي ميكانيزم اسمه هيموستاتيز يحصل، وبتبتدي البليتلت يحصل لها اكتيفيشن عشان يمنعوا فقدان الدم وقت النزيف بتاع الجرح اللي حصل في الوعاء الدموي. وأول قيمة في البليتلت انديسيز هي المين بليتلت فوليوم أو ال MBV، ودي مقصود بيها متوسط حجم الصفائح الدموية في الدم، وبتظهر في وحدة قياس فيمتو لتر. والقيمة دي الجهاز بيقيسها بشكل مباشر عن طريق البليتلت ديستريبيوشن كيرف، والمستوى الطبيعي لها في الميل أو الفيميل من 7.2 فيمتو لتر ل 11.7 فيمتو لتر. وقيمة ال MBV هي مرتبطة ارتباط فعلي بالبليتلت اكتيفيشن والبرودكشن ريت اللي جاي من الميجا كريوسايت نفسها، مش مقصود بيها معرفة حجم البليتلت نفسه ونشوف هي كبرت ولا صغرت والكلام ده. هو أصلا يقصد بالفكرة بتاعة ال MBV إن احنا عندنا إن البليتلت لما بيحصل لها اكتيفيشن شكلها بيتغير، فلما شكلها بيتغير الدايمتر بتاع الصفائح الدموية نفسه بيتغير، فقيمة ال MBV بتتغير. فيعني مثلا لما يتقالك ان قيمة ال MBV زادت بيكون معناه ان البليتلت دايمتر زاد، فبالتالي ده بيدل ان في بليتلت اكتيفيشن بيحصل حاليا عند البيشنت، فبالتالي ده دليل ان الشخص ده عنده امراض مخلية ان في بليتلت اكتيفيشن يحصل. تاني حاجة وهي البليتلت ديستريبيوشن ويت BDW، دي بتقيم لي درجة التنوع في حجم الصفائح الدموية اللي موجودة في الدم، والتنوع في حجم الصفائح الدموية بيسموه بليتلت أنسوسايتوزيس، وبتظهر كنسبة مئوية.
والمستوى الطبيعي لها في الميل أو الفيميل بتكون من 8.3% ل56.6%. والقيمة لو طلعت أعلى من الطبيعي هي بتتشاف في حالات كتير، ولكن من ضمن الأمثلة ده بتتشاف في حالة الدايبيتس ميليتس اللي وصل لمرحلة الريتينوباثي والنفروباثي، مرض السكري اللي بدأ يعمل مضاعفات في شبكية العين وأمراض الكلى. وكمان في حالة الكوليسيستايتس اللي هي في البايل داك أو المرارة. ولو القيمة طلعت أقل من الطبيعي فده بيتشاف في حالة النون مالجنانت تيومر. كده قيمة البليتلت كريت BCT، ودي بتمثل لي أو بتقول لي حجم الصفائح الدموية قد إيه بالنسبة لحجم الدم كله، وبيتم حسابها من قيمة البليتلت كاونت والام بي في. يعني المعادلة الحسابية هنا إن هي بتساوي البليتلت كاونت في الام بي في على 10,000، وبتظهر كنسبة مئوية. يعني مثلا أنا لو جبت عينة دم ودخلتها السنترفيوج هتظهر لي بيه المنظر ده، إن أنا عندي هتنقسم طبقتين، طبقة البلازما وطبقة ريد بلاد سيل، وفي طبقة في النص بينهم مش بتكون متشافة. الطبقة دي اسمها بافي كود. الطبقة دي بيكون فيها الوايت بلاد سيل والبليتلت. فأنت تخيل إن الطبقة دي أنا بقيم منها نسبة البليتلت اللي هي بتسمى البي سي تي أو البليتلت كريت، اللي هي أصلا البافي كوت عبارة عن وايت بلاد سيل وبليتلت، فأنا عايز بقى أشوف البليتلت، فعلشان كده النسبة هنا ضعيفة جدا. فالمستوى الطبيعي لقيمة البي سي تي سواء في الميل أو الفيميل من 22% ل 24%. والقيمة لو طلعت أعلى من الطبيعي بتتشاف في حالة الأكتيف كرونز ديزيز، والقيمة لو طلعت أقل من الطبيعي بتتشاف في حالة الإميون ثرومبوسايتوبينيا بيورا. وآخر قيمة وهي البليتلت لارجر سيل ريشيو BLCR، والمقصود بالقيمة دي إن هي بتقولك أو بتقيم لك وجود الصفائح الدموية الأكبر في الحجم من 12 فيمتوليتر. وهنا قيمة 12 دي راجعة لقيمة ال MBV، يعني هي القيمة بتاعة ال BLCR مش هتقيم لك غير نسبة الصفائح الدموية الكبيرة اللي هي أكبر من 12، وبتظهر كنسبة مئوية. والمستوى الطبيعي لها 15% ل 35%، وبتستخدم للتعبير عن حالة البليتلت اكتيفيتي أو البليتلت اكتيفيشن، باعتبار إن البليتلت بيحصل فيها حجمها بيكبر في حالة الاكتيفيشن بتاعتها، فبالتالي هي برضو مرتبطة بحالة البليتلت اكتيفيشن، والبليتلت اكتيفيشن مرتبط بحدوث الأمراض وهكذا. وبكده تكون الحلقة بتاعتنا انتهت، واحنا كده اتكلمنا عن السي بي سي. لو انت مش متابعنا على الفيسبوك هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه، ولو مش متابعنا على انستجرام هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست او تحليلك كان ايه. وطبعا احنا هنا على اليوتيوب، لو مش متابعنا اعمل سبسكرايب ولايك وشير.